كوكو كريغليتي، كوكو السكان الحضيره الكبرى. يلا ورقه وستيلو، ما تنساوش الخشيبات. ايوا يا المشاهدين، البارح تم انتخاب لقجع من جديد ب 49 صوت، وكيف ما خلاها متسبي Lecture, 49 voix. Donc Fawzi, vous êtes très populaire, n'est-ce pas? ايه قالو راك بوبولير، جماهيريه، الشعبيه يا جدك، راك شايع يا محينك. ايوا زيد عليها 49 صوتا اللي هي الماتريكول ديال بركان. 49 حساب. هو راه كانت واحد الدوله غتصوت للقجع، ولكن قال لهم لا، 49 يقضى ووار صافي بركه. 49 بتجيني بحال الماتريكول ديال بركان. كريغلاتي حتى هما فرحانين بصادي. نسمعوا شنو قال ابن ساديغه. ستصبح الجزائر أو سيصبح ممثل الجزائر رقم صعب في الاتحادات، سواء الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي، في انتظار إن شاء الله وصول الجزائر، انتخاب الجزائر وفوز الجزائر بمقعد في الاتحاد الدولي مثل ما كان أيام الحاج محمد روراوة ربي يطول في عمره. إذن هذا خبر بكل. فين هي القوة؟ فين هي العودة بقوة؟ الله يهديك. راه أصلا صادي كان وقف وقفة رجل واحد، ما كان حتى شي واحد. كان ديال تونس قالوا له فينيتو لا موسيقى، انسحب، تقهقر إلى الوراء وانسحب وخلى صادي في الرادي. داز بالتزكية، ما كاين تصويت، ما كاين شعبية، ما كاين جماهيرية. التزكية برك يا خو، داز مسكين بالتزكية. ايوا وجا متسبي غيسلم عليهم. شوفوا شنو اللي وقع. يلا شوف، خلاها دكتور منار سليمي ناقصين حنان. شو كيسلم عليه كيحط راسو على كتفو، فهمتي، بحال باه جا من الحج وكيعنق ويسلم عليه. مالك؟ شو الهيبه والوزن والمواقف منين جاستيك القجع. متسبي اللي يفتح ليه الاحضان، قال له جي عشيري. ماناش كيف بن سديره. شتي هاد الصوره؟ فين هو صادي اللي ما هوش راضي؟ القوه. القجع هو هنا، هذاك ديال مصر، موريتان، متسبي. فين هو الصويدي؟ راه هو مسكين. اي هو هذا، شتوه فين؟ في ديك القنيته شاد الكورنير. ومالو مسكين، حتى يفكرني غير في دوك اللي كيحطوهم اللور في ديك الصوره ديال المدرسه، ديك الصوره المدرسيه كيحطوهم اللور وكيدير هكا باش يبان. اولا ملي كتمشي عند مول الزريعه كتكون تصور صغور، كتمشي عند مول الزريعه باغي تشري، ولكن الكونطوار كيجيك بعيد، كتبقى تعلق في راسك بحال هكا باش يبان لك شنو كاين. مالو مال صادي مسكين، مالو؟ علاش شاد القنت؟ وفين كاين الصف الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. مسكين في التالي ديال، يعني هو يرى على حسب الترتيب ديال الاهميه ديال الموقع ديالك في الكاف. ايوا كريغلاتي. المهم غير ما تبقاوش تزيدوا زعما تزيدوا فيه وداك الشيء وتبداو تكبروا البعره وداك. بردوا القضيه، راه زعما لا تستحق. حتى السي القجع ما كانش من العاكزين ودار واحد الكلمه نسمع. الموعد حدد هذا الخط التصاعدي والحضور نتاع بلادنا المحترم داخل كيف شفتي الاوسط افريقيا، والتصويت اللي عطى هاد النتائج واللي عطى يعني عطى واحد التشخيص حقيقي لليوم للحضور نتاع مختلف البلدان داخل القاره وعلى المستوى الكروي. والجمع العام ايضا كان شيء اساسي، لان كيف كنعرفوا بلادنا الرشيديه كانت هانيه على راي بابا الله يرحمه. الرشيديه كان كيقول لي هي مراكش دايره الحجاب، مسكينه طرانكل ديك الرشيديه شاده القنت نتو وجالسه. حتى
لقاو طونطون عبد المجيد والطونطون شنقريحة. الرشيدية المناورات فرنسا الرشيدية يا كنقول لهم رايك الرشيدية في المغرب، المناورات دايرها المغرب مع فرنسا، ومال هادو تعاون بما يسمى بين قوسين التعاون العسكري بين المغرب وفرنسا، فلا إشكال ذلك الجزائر. لكن اختيار هذه المنطقة، منطقة الحدود، هذا أعتقد أنه يعود إلى ما يسمى بالقانون الدولي، أن هذه المنطقة تخضع للقانون الدولي، وأنها تحت رعاية الأمم المتحدة، منطقة متنازع عليها، ومنطقة يجب الانتظار للاستفتاء فيها، استفتاء الشعب الصحراوي لتقرير مصيره. وبالتالي الجزائر تنطلق التحذير من هذه المنطقة. الرشيدية نعم، الرشيدية نعم، الرشيدية نعم، الرشيدية نعم، الرشيدية متنازع عليها، الشعب الصحراوي، تقرير المصير، الوزازل بغيتو ديروا تقرير المصير، مع من تشاورتو؟ علاش ما علمتوناش؟ الشعب الصحراوي، تقرير المصير، الأمم المتحدة، الرشيدية. بن خروف هو هذا المحلل اللي كيهضر دابا. الناس ديال الرشيدية بلاد مولاي علي الشريف، ياك بلاد العلويين، باغين ينفصلوا على من؟ على العلويين. يعني البلاد الاصل ديال جلالة الملك ديال مولاي علي الشريف، ياك بغاو ينقسموا على ولدهم، على ديالهم. واش كتعرفوا شنو هي الرشيدية؟ واش كريغلاتي، واش عارفين فين جات الصحراء الغربية؟ فين جات؟ ها الخريطة، هذه هي الرشيدية، هي ديك النقيطة الحمراء تماك فين كاينه الرشيدية. بينها واحد تقريبا 211 الكيلومتر ديال المسافة على أقرب مدينة في الجزائر اللي هي بشار. يعني راه بعدنا عليكم واحد 211 كيلومتر. فين عندكم المشكل؟ فين كاين الالم؟ الفرنسي ما يخص التقارب الفرنسي المغربي عندما تم الاعتراف بالسياده المزعومه للمغرب على لا الكبيده ديالي ما كاين بو سياده مزعومه، كاين السياده المغربيه على الاقاليم الجنوبيه. اختي ملي كنفيقوا في الصباح ولا بغينا نمشيو للداخله ولا للعيون ما كيشدنا حد، كاين غير شد الطياره ازدق خلاها بونيف ديالكم ازدق، ها نتايا في الداخله ازدق، ها نتايا في العيون يا خو. وانتوما كتقدروا تدخلوا لتيندوف ولا خاصكم بريسازيو؟ قال لك ما كانش كيفاه البريزاسيو للمغرب على الصحراء الغربية، إلى جانب أن فرنسا كانت اليوم كأنها حولت البوصلة نحو هذه الدولة الوظيفية، تستغل دولة للأسف جارة مسلمة نتقاسم معها العالم. يا الكبيده ديالك دولة جارة مسلمة كدير مناورات مع واحد الدولة واحدة أخرى اللي هي فرنسا. أنا كنعرف واحد الدولة جارة هي مسلمة، ياك الكبيده ديالي جابت عندها مرتزقة وباغا تقسم جارتها الدولة المسلمة اللي كتهضروا عليها دابا، اللي ما عجبكمش حال أنهم دايرين المناورات مع أنكم نتوما شادين عندكم بوليزاريو ومجلسينهم في تيندوف. زيدي ضد الجزائر. كيف ترى هذا المستوى الذي يعني آلت إليه الدولة الشقيقة يعني المغرب فيما يخص هذه العلاقات؟ وقبل ذلك دعنا نقول أنه كيف يعقل لفرنسا وهي عضو دائم المجتمع الدولي، والأصل فيها تطبيق القرارات الدولية، كيف يعقل من دولة من الدول الخمسة المجتمع الدولي أن تحود على قرار الأمم المتعلقة بتنظيم تثبيت قيد مصير الشعب الصحراوي في مقابل المتعلقة باش تثبيت قيد مصير الشعب الصحراوي في مقابل تثبيت قيد مصير الشعب الصحراوي في مقابل المتعلقة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي. المهم انا غنحاول نشرح لكم الا ما فهمتوش، حيت انا هذا السيد هذا بالكشايف باش بديت نفهمو. زيد ايضا نظام المخزن، نقدر نقول لانه اليوم هاود نظام المخزن، نقدر نقول لانه اليوم هاود مالو، نقدر نقول لانه اليوم دق شنو دق
واش دق شنو دق انا خصني نعرف شنو المخزن ديالنا شنو داير. بغيت تشرح لي، قلتي المخزن ديالنا، مادام قلتي المخزن ديالنا اذا شرح لي شنو دار هذا المخزن. نقول لك شنو دق نظام المخزن دق لأنه اليوم ياك ما كيهايرنا. عاود نظام المخزن دق لأنه اليوم المملكة المغربية تم اختطافها من طرف لوبيات على رأسها بعد تحالفهم مع تطبيع الكيان الصهيوني. اليوم هذا اللوبيات لتحكم القرار في النظام المخزني. المغرب تم اختطافه، هل احنا مختطفين؟ الله سيدي يا ربي، الله راه رمضان هذا وما فينا ما يتعصب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ربي تصبرني يا ربي، راني صابرة ومستحملة. قال لك مختطفة. لم تقع في العالم أن أطباء دي باك بلس 7 ولا باك بلس 10 يعني يديروا طوابير لشراء المخدر للأسنان، لأن الحكومة قامت بقطع العلاقات مع إسبانيا بسبب الصحراء الغربية. الأطباء كيديروا الطوابير على البنج في الشاشاير حيت إسبانيا قطعت عليهم البنج بسبب الصحراء الغربية. مشكلة الصحراء الغربية انتهت. كل البلدان العالمية سحبت، أغلبية الساحقة سحبت اعترافها بالبوليزاريو. أصبح البوليزاريو يشكل خطر على الاقتصاد الوطني، خطر على الدولة الجزائرية، وخطر على العلاقات الدبلوماسية. ولكي تقوم الدولة الجزائرية بالتغطية على الانهيار الاقتصادي يقومون بخلق أعداء وهمية. يعني الشاشاير تخترق الأعداء للتغطية على الفشل. الشعب الجزائري راح يحبس البنان لأن الإكوادور لا تعترف بالصحراء الغربية. درك اللي ما يعترف بالصحراء الغربية نخرجوا له اللعيب وندوسوا معاه نص العالم، درك نحبسوا معاه. يا ربي واش دخل البنان في الصحراء الغربية؟ الإكوادور ما استعرفش بالغربية، اختنا مقسمة سي الله يسليه. الله لا اعترفت وحنا واش نديروا قسامة؟ الإكوادور هذه واش فايدتنا معاها؟ عندنا معاها فايدة البنان، خلي ربي البنان يدخل. واش غنديروا بهاد الصحراء الغربية؟ المهم البنان. الإكوادور سحبت الاعتراف ولا كتعترف بها؟ شنو ذنب الشاشايريين مساكن يجلسوا بلا بنان؟ ها شنو ذنبهم؟ يلا شوفوا مع شي دولة أخرى. سيروا عند بن بطوش، ماشي مشكل، ما عندوش البنان، عنده اللفت. راه بن بطوش زارع أكبر لفتة في شمال إفريقيا، بدلوا البنان باللفت. الله كري غلاتي، خليت لكم الراحة تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.